هلا والله شباب، بما انه الاغلب يريد يعرف عن صرفية الموستانج جي تي، ان شاء الله في هذا الفيديو بعطيكم كل التفاصيل وكل المعلومات، وفي نفس الوقت بخبركم عن احسن تجربة مع الموستانج جي تي من ناحية صرفية البترول، وكذلك اسوأ تجربة. بداية مع خزان البترول، يجيب سعة 61 لتر، وممكن تستخدم بترول 91 او 95 او 98، ولكن انا شخصيا استخدم بترول 95 او المعروف بالعامية الممتاز. فبحسبة سريعة إذا تمسك سعة خزان البترول وتضربه في قيمة اللتر للبترول 95 بيطلع لك فل الخزان ب 14 ريال و500. طيب هذه هي صرفية السيارة خلال استخدامي في الأسبوع الماضي. صرفت 12.6 لتر لكل 100 كيلومتر، مشتني 337 كيلومتر، والباقي لحد ما يفضي الخزان 115 كيلومتر. وكل هذا استخدمت السيارة 8 ساعات وثلث أو 8 ساعات و20 دقيقة تقريبا، وباقي ربع الخزان بالضبط. وكل هذه الكيلومترات اللي مشيتها 90 كيلومتر منها كانوا خط، والبقية كلهم مدينة، فأغلبها كان في الزحمة أنت ورايح الدوام أو زحمة طلعات المساء، وغير كذا كان في شوية مداوس أثناء التجاوز وهالأمور. وبحسبة سريعة تمسك سعة الخزان وتقسمها على هذه الصرفية بيطلع لك الناتج 4.84. تمسك هذا الرقم وتضربه في 100 وبيطلع لك 484 كيلومتر المفروض الخزان يمشيك بهذه الصرفية. أما من ناحية أحسن تجارب لي مع الموستانج جي تي من ناحية الصرفية، مرة من المرات مسكت فيها خط 2.5 ساعات كذا تقريبا، أعطتني صرفية 10.1 لتر لكل 100 كيلومتر، فمعناته خزان الفل كان يقدر يمشيني 600 كيلومتر. وأما عن أسوأ تجارب لي مع الموستانج، بتكون مرة من المرات عبيت السيارة فل وطلعت والشارع الزحمة والدنيا واقفة، واذكر طلع لي تقريبا الصرفية 26 أو 27 لتر لكل 100 كيلومتر، فالخزان من الفل إلى الامتي أو إلى الصفر مشاني 250 كيلومتر بس. فإذا بقيم السيارة من ناحية صرفية البترول، ما بقول عنها ممتازة ولا بقول عنها سيئة، هي جيدة، وأشوف إنه هذه الصرفية متوقعة من سيارة 8 سلندر وسبورت. إذا عندكم أي أسئلة ثانية ما جاوبتها اكتبوا لي تحت التعليقات.